ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. طبعا احب اشكر كل واحد فيكم على الدعم الرهيب اللي حصل على الفيديو اللي فات، بجد شكرا ليكم. وفي الفيديو ده انا عايز اتطرق لنقطه معينه قريتها في الكومنتس بتاعت الفيديو اللي فاتت. الناس كتير مش عارفه ايه احسن ويبنز للهانترز بقى. يعني احنا اتكلمنا على سان جين وو، عايزين بقى نشوف الهانترز ذات نفسهم ايه اللي ركز عليه وايه اللي ملوش لازمه. يلا بينا. طبعا يا جدعان في اسلحه للهانترز كتير جدا، يعني في اسلحه منهم فعلا بتفرق، يعني وجودها معاك لا بيعمل شغل عالي. وفي اسلحه تانية يعني انت ممكن تكون يعني وجودها زي عدم وجودها، يعني لو انت مش حاسس ان انت بتستفيد منها حاجه. وطبعا في اسلحه الاس ار هانترز برضه هنتكلم عليها، لان في اسلحه للاس ار هانترز كويسه جدا. طيب خلينا نبدا هنا باسلحه الاس ار هانترز الكويسه اللي انت تقدر تبنيها. طيب عندك هنا السلاح بتاع نام، عشان انا السلاح بتاع نام ده بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا. بعديه السلاح بتاع انا، وبعديه السلاح بتاع بارك. ليه الثلاث اسلحه دول مهمين؟ بمنتهى البساطه ال القدره اللي في السلاح هي اللي بتفرق السلاح ده كويس ولا لا. طيب تعالى نشوف ايه القدرات اللي في الاسلحه دي اللي مخليها كويسه. وما تنسوش طبعا تعمل لي سبورت في نت ماربل عشان الاكواد اللي بتجيلنا. انا عارف ان ناس كتير حاولت ان هي تعمل لي سبورت ولقيت الزرار ده كان يعني ابيض. الزرار ده كان ابيض يا جدعان عشان كان في فتره كده معينه انت ما تقدرش ان انت تعمل فيها سبورت، بس المفروض الموضوع ده خلاص خلص دلوقتي. انت ممكن تعمل سبورت عادي. طب لو انت عايز تعملي سبورت تعمل ازاي؟ عشان السؤال ده برضو يعني اتسال كتير، وانا عايز ابسط لك الامور عشان اعرف ابعت لك الاكواد. انت اول ما تدوس على اللينك اللي تحت في الفيديو عندي يعني هتروح على الصفحه دي كده، وبعدين هتلاقي سبورت، وهتلاقي انا محطوط الخانه دي كده. هتدوس سبورت هيقول لك ايه؟ لازم ان انت تعمل لوجن. هتقول له ماشي اوكي، وبعدين هتروح هنا تعمل لوجن بالطريقه اللي انت بتخش بيها على الحساب بتاعك. بص، الفكره هنا ان ده حساب نت ماربل مختلف عن الحساب بتاع اللعبه. ده مش نفس الحساب بتاع اللعبه يا جدعان، ده حساب تاني لنت ماربل ذات نفسها، حساب لنت ماربل. انا مثلا اخش بحساب جوجل مثلا عندي عشان اوريك برضو الفكره عامله ازاي. انا دخلت كده بحساب جوجل عندي عادي جدا، دخلت ساين ان، كتبت الجوجل بتاعي، الموضوع انتهى. رجعت تاني برضو لنفس الصفحه، تمام. هدوس سبورت. اول ما ادوس سبورت هيقول لي انت عايز هنا تعمل سبورت، هيقول له اه اي هاف ريفيود، وهقول له يس انا عايز اعمل سبورت. هيقول لي عشان تعمل سبورت لازم تعمل لينكينج للجيم بتاعك بي اي دي، فبيقول لي روح لي ماي بيج تو لينك يور اكونت. فاقول له تمام ماشي اوكي، هروح لي ماي بيج، وبعدين هلاقي حاجه اسمها لينك جيم اكونت. هاجي هنا وادوس لينك جيم. انت هنا ممكن تعمل لينكينج جيم بكذا طريقه، ان انت تخش بالحسابات دي بقى، حسابات سولو ليفلنج بتاعتك. يعني انت تختار هنا بقى اي حاجه من حسابات السولو ليفلنج، سواء انت بتخش بالابل بتاعك، سواء انت بتخش بالايميل، سواء انت بتخش بالجوجل. المهم ان انت تدوس على حاجه من دول. انا مثلا هنا دخلت بالجوجل بتاعي، واكون كده خلاص عملت ربط للحساب. هيقول لي you're not supporting any creator, connect with a creator. بعد لما توصل للصفحه دي بقى هتدوس كونكت وذ كرييتر، وبعديها هتقول له سولو ليفلنج ارايز، وبعديها تيجي هنا عند السيرش وتكتب اللي انا كاتبه ده بالظبط. هظهر لك انا، هتكتب علي متول 1، علي متول 1، او تروح تاني تدوس على اللينك اللي في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. وبس ساعتها بقى هتدوس سبورت وهتدوس ريكواير، هتدوس يس، والموضوع هيبقى بسيط جدا. يقول لك يو ستارتد سبورتنج علي متولي. بعديها هتبص تلاقي الاكواد موجوده عندك في الخانه بتاعه الاكواد. هتروح على ماي بيج، هتلاقي هنا الكوبونات اللي انا ببعتها لك. بس كده الموضوع بسيط. ودي كواد انا بقدمها كده كده ليكو. الاكواد دي بيكون فيها 500,000 جولد، بيكون فيها حاجات اسنس عشان تعرف ان انت تسحب بيها، بيكون فيها موارد للشخصيات عموما، فالموضوع ما يضرش، وهي حاجه في الاول في الاخر ليكو. بس كده يلا نرجع الفيديو. اول حاجه السلاح بتاع بارك عنده قدره لطيفه جدا، بيقول لك ان هو هيخلي الالتيميت سكيل دامج هيزيد بنسبه 5%. بس عادي مش مشكله، احنا كده كده مش محتاجين الالتيميت بتاعه بارك ذات نفسها. طب احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين الثانيه دي. لما المستخدم بيستخدم الالتيميت سكيل بتزود الالتيميت سكيل دامج بتاع التيم ممبر اللي عنده اعلى توتال باور. يعني التيم، اي شخصيه عندك في الفريق التوتال باور بتاعها عالي جدا، هتزود الدمج بتاعت الالتيميت بتاعتها بنسبه 5% لمده 20 ثانيه. طيب هل ده ثابت؟ لا، انت كل لما بتعلي السلاح كل لما القدره اللي انت بتزودها بتزيد. يعني انت بص عندك هنا وصلنا ل 20% زياده على الالتيميت ببلاش، لمجرد ان انت استخدمت الالتيميت بتاعتها هتقدر ان انت تعلي الالتيميت بتاعت حد تاني. فعشان كده السلاح بتاعها حلو على حسب الموقف اللي انت فيه. تاني حاجه السلاح بتاع انا، لانه بيزود الاتاك بنسبه 10%، وكمان بيقلل الدفاع بتاع اللي قدامك بنسبه 10% لمده 5 ثواني. ولما هي بتستخدم البويزن شاور بتاعتها اللي هي القدره بتاعت انا، بيزود الاتاك والديفنس والاتش بي بنسبه 12%. دي حاجه كويسه جدا بالذات للايرلي، يعني بالذات للناس اللي لسه في الاول، ان انت تجيب السلاح ده. لأنا حاجه كويسه ليه؟ لان الشخصيات دي هي اللي بترفعك في بدايه اللعبه.
يعني دي اللي انت بتقدر تستخدمها عشان تبقى اقوى بطريقه بسرعه، فاهم؟ اللي هو تلفلف بسرعه. وتالت واهم سلاح فيهم كلهم هو السلاح بتاع نام. نام يا جدعان اتكلمت عنها كتير. نام يعني كبريكر كويسه جدا، اي حد لسه بادئ اللعبه ابني نام بريكر كويسه جدا، ميه بتعمل شغل عالمي، بتعمل فريز، والسلاح بتاعك كويس جدا. ليه؟ بيقول لك لو مفيش اي انيميز، اي وحوش في نطاق 5 متر، بتزود الدمج بتاع نام بنسبه 2.5%، ولما هي بتعمل فريز لاي وحش قدامها او اي حد قدامها بيقلل الدفاع بتاع اللي قدامك بنسبه 5%. وطبعا لما تمكسه الارقام دي بتختلف، بيبقى الدفاع اللي بيقل بنسبه 20%، والدمج اللي بيزيد بنسبه 10%، وكمان بيزود الاتاك والديفنس والاتش بي بنسبه 15%. السلاح بتاع نام يا جدعان افضل سلاح لاس ار هانتر، يعني حرفيا ده افضل سلاح لاس ار هانتر، وافضل سلاح ليها لان هي اصلا هانتر مفيد جدا. فعشان كده الثلاثه دول انا حاططهم فعلا بيستخدموا على حسب الموقف. يعني انا دلوقتي مثلا كمثال عايز ان انا اعدي مثلا تاني بوس في الريفرس، الناس كلها عارفاه، البوس ده كان رخم لانه بيحتاج ان انت تعمل بريك عشان تقدر ان انت يعني تعمل له دامج، وعشان تعمل له بريك لازم يبقى معاك بريكر كويس جدا. ونام هنا كانت بريكر عظيمه بجد، كانت بريكر جامده جدا، فالسلاح بتاعها هيظبط ده اكتر. نيجي للاسلحه اللي فعلا ما بتستخدمش وانا ما انصحكش ان انت تستخدمها، الاسلحه اللي هي بتاعت الاس ار هانترز دي، لان الهانترز دول ذات نفسهم ما بقوش كويسين، يعني ما بقوش بيستخدموا. انت عندك كل الحاجات دي ما بقاش حد بيستخدم الهانترز دول. ممكن انت تستخدمهم عشان انت مثلا في الايرلي، بس غير كده انا ما اتوقعش ان ممكن حد يستخدمهم. السلاح بتاع جينو الى حد ما ليه موقف، يعني انت ممكن تستخدمه فيه، بس غير كده برضو انا مش شايف ان هو ليه استخدام رهيب، يعني حاجه اللي هو ما حصلتش. نفس الكلام للسلاح بتاع سونج، ونفس الكلام للسلاح بتاع كونج. نيجي للحاجات اللي يعتبر شغاله، يعني انت حاجات اوريدي حلوه جدا. السلاح بتاع نيم سلاح حلو شغال. طبعا انا ما بحبش المبدأ يا جدعان بتاع اللي هو اصل السلاح هيبقى حلو لو انت بتدفع فلوس. لا، يعني يبقى السلاح مش حلو يعني يعني لو انا مثلا مضطر ان انا ادفع فلوس او اشحن عشان السلاح يبقى حلو، طب ما اي حاجه لو انت دفعت فيها فلوس هتبقى حلوه، يعني هو عايزين كده، يعني ده مبدأ في اللعبه. فحته ان اصل لو انت جبت منه 7 نسخ ولو انت بتشحن هيبقى سلاح حلو ولو انت بتشحنش هيبقى سلاح وحش، ده بالنسبه لي ملوش اي تلاتة عايزه. السلاح الوحش وانت ما بتشحنش وحش في اي موقف، يعني ده مبدئيا. فالسلاح بتاع نيم شغال. في ناس بتقول اصل انت لو شحنت هيبقى حلو، لا ده فاكس. السلاح بتاع نيم شغال، مش قوي، ويعني انت لو معاك استخدمه، معاكش مش هيضرك، يعني مش هيفرق معاك حاجه. السلاح بتاع دونج سو شغال، مع ان دونج سو ذات نفسه مش شغال. يعني السلاح بتاع دونج سو حلو ليه، او بيعمل اللي المفروض يعمله. السلاح بتاع دونج سو هنا اللي هو اكتر شخصيه ملهاش عازه دلوقتي في اللعبه، حرفيا في اس ار هانترز احسن من دونج سو. فهو بيقول ان هو في الماكس بتاعه هيزود الوين دامج بنسبه 12%، وهيزود البيزك سكيل بنسبه 3%، ولما تستخدم اللي هي الامبولسيف ريفنج دي اللي هي السكيليه بتاعته، هيعمل ستاكينج للبيزك سكيل دامج ده 15 مره، يعني يبقى 15 في 3، يعني يبقى تقريبا 45% زياده للبيزك سكيل دامج. فالرقم حلو، الزياده حلوه، بس هو اصلا ما بيعملش دامج، يعني ارقامه قليله، ارقامه اصلا الاصليه قليله، فعشان كده دونج سو مش حلو خالص. سلاحه شغال، هو ذات نفسه مش شغال. فيعني انا يعني اللي هو ايه الحق بامانه، انا عايز انقل ده دونج سو كده لهنا لا يستخدم، لان هو فعلا لا يستخدم. دونج سو ذات نفسه لا يستخدم، وبما انه لا يستخدم فسلاحه لا يستخدم الا لو انت بقى تحط سلاحه مع حد تاني، فمش تبقى واقعيه. نيجي هنا على السلاح بتاع هانسي. السلاح بتاع هانسي يا جدعان المفروض هانسي شخصيه حلوه جدا، يعني هانسي كهيلر بتعمل شغل عالمي. الطبيعي ان انا احط السلاح بتاعها في حلو جميل، بس انا حاسس ان السلاح بتاع هانسي شغال. ليه؟ عشان السلاح ذات نفسه. تعال نشوف السلاح بتاع هانسي. بيقول في الماكس بتاعه ان هو هيزود الاتش بي بتاعها بنسبه 10%، وهيزود الدامج تيكن للانيميز او الاعداء اللي هي ضربت عليهم سكيلايه بنسبه 5% لمده قد ايه؟ لمده 10 ثواني. ولا هي مده كبيره قوي ان انت مثلا هروتيت ما بين الهانترز كلهم فهعمل الدامج الفول دامج بتاعي، يعني لو 20 ثانيه كنت هقول لك ماشي حلو. ولا هو الضرر اصلا الكبير، يعني كده هانسي مش محتاجه اتش بي، يعني هي اوريدي انت الاتش بي بتاعها انت بتظبطه زي الفل، فانت بتحتاجش الزياده من الويبن قوي. وحته الدمج الزياده انا مش يعني خلاص الدمج خلص من كل البارتي عشان اشوف الدمج بتاع هانسي. فانا الصراحه شايف ان السلاح بتاعها يعني مش حلو خالص، ومش السلاح اللي انت تبني فيه اصلا انت تجيب منه نص. فحته شغال، هو شغال
يعني تقدر ان انت تستخدمه معاها، بس انا رايي ان هو اصلا المفروض ان هو يعني انت ما تستخدموش، المفروض ان هو ما لا يستخدم يعني. انا حاسس ان هو هطول الخانه بتاعت لا يستخدم دي الى ان نلاقي حاجه عدله. بس فعلا هانسي السلاح بتاعها يعني ممكن نقول مثلا هيعلي الاتش بي، هيعلي الاتش بي، هو شغال في ان هو يعلي الاتش بي. نيجي للسلاح بتاع جينا. السلاح بتاع جينا يا جدعان بيقول ان هو اليوزر اتاك هيزود الاتاك بتاع جينا بنسبه 12%، ولما تستخدم المانا سيركيليشن بتاعتها هتريكفر 250 مانا للتيم كله، حاجه جامده جدا. وتاني لما تستخدمه هتزود التيم الاتاك والفاير دامج بتاعه 1%، وهيقعد يستاك 10 مرات، يعني هتزوده 10%، والديوريشن مفيش. ده سلاح جامد جدا، ده سلاح حلو بجد، يعني سلاح بيعمل حاجه حلوه جدا ومفيده للتيم كله، وتستحق ان انت تجيب منه نسخ كسبورت، كسلاح سبورت. فده هيخش في خانه الحلو، لان هو فعلا سلاح حلو جدا. هل هو جامد رهيب؟ لا، لحد دلوقتي لا، بس هو سلاح حلو فعلا. طيب سلاح ميلن. طيب تعال نشوف سلاح ميلن بيقول ايه. سلاح ميلن يا معلم بيقول لما اليوزر بيستخدم السايد ويب اللي هي السكيلات بتاعت ميلن، بتزود الدمج بتاع التيم اللي معاه اعلى اتاك بنسبة 1% لكل 2000 نقطة في نقاط الحياة بتاعت ميلن. تاني، ميلن عندها نقاط الحياة، لكل 2000 نقطة في نقاط الحياة بتاعتها هنزود 1% للأتاك بتاع أكتر واحد قوي في الفريق معاه. يعني أنت معاك بقى هانتر قوي، معاك سان جينو، معاك حد قوي تقدر إن أنت تقوي بالباسيف دي، هتقدر إن أنت تقويه بيها وهتبقى كويسة جدا معاك. فأنت عندك تقريبا ابسط حاجه انت ممكن مثلا تجيب 6-7% دامج او اتاك زياده لاعلى واحد عنده اتاك معاك في الفريق، يعني مثلا لسان جين وو او اي اتاكر تاني معاك، هانتر اتاكر تاني. اعلى ضرر ممكن توصل له هو 16%، ده الماكس دامج انكريز ريت اللي هو 16%، هتزود 16%، و16% ده رقم كويس جدا. ومش بس كده، هتقلل السكيل الالتيميت سكيل كول داون بتاعتها بنسبه 20%، والسكيل بتاعت ميلن كويسه جدا. فالسلاح ده جبار، السلاح ده جامد جدا. ليه؟ عشان حته ان انت بيعمل دامج، يعني بيقوي الدامج، ونسبه الدامج كبيره جدا، يعني ممكن توصل ل 16%، وكمان بيخلينا ان هي ترجع الالتيميت بتاعتها بسرعه. فالسلاح بتاع ميلن ده كسبورت، كسلاح سبورت، لا سلاح جامد، كسلاح سبورت يستحق فعلا ان هو يتحط في خانه الجامد. سلاح تشوي يا جدعان سلاح حلو جدا، انا استخدمته كتير مع تشوي، وده يعتبر اول سلاح انا عملت له ماكس. السلاح ده بيقول ان هو هيزود 20% من الاتاك بتاع تشوي، ولما يستخدم البيرند او التارجت اللي قدامه اللي هو العدو اللي قدامه يبقى عليه بيرند اللي هو اتحرق بالنار بتاعت تشوي، هيقلل الدفاع بتاعه بنسبه 20%. دي كومبو عبقري، زودت الاتاك، زودت قوته وقللت الدفاع اللي قدامك، فده كومبو عبقري. السلاح ده حلو جدا ان انت تبنيه. اوفر درايف السلاح بتاع يوي بتقول ان هو هيزود الديفنس بنتريشن بنسبه 12%، وهيزود الدمج بتاع كل يعتبر السكيلات بتاعتها يعني بنسبه 24%. ده برضو سلاح كويس جدا. قللت دفاع اللي قدامك، او مش هنا قللت دفاعه، زودت قدرتك ان انت يعني تلاشي الدفاع بتاعه، وزودت الضرر اللي انت بتعمله الكلي. فسلاح يوي كويس جدا. فلما نيجي هنا مثلا هنحط سلاح يوي ان هو حلو، وجنبيه برضو نفس السلاح بتاع تشوي لانه سلاح فعلا كويس جدا. نيجي هنا على السلاح بتاع وو. السلاح بتاع وو يا جدعان سلاح شغال، يعني انا عامه انا ما بحبش وو، بس سلاح وو شغال. ليه؟ سلاح وو بيقول ان هو هيقلل الدفاع بتاع اللي قدامك بنسبه 6%، ولما هو يستخدم اللي هي القدره بتاعته هيزود الضرر اللي هو يعمله بنسبه 20%. كل ده حلو جدا. وبرده في هنا في السلاح حاجه للبريك، بس حاليا يعني لو انت هتقارن ما بين جوتو ووو يعني مفيش مقارنه، انت مفيش مقارنه نهائي هنا ان انت تبني السلاح ده. السلاح ده كنت انا فعلا حاطه في خانه ان هو سلاح حلو، وهو سلاح يعني لو قارناه يعني بالشخص التاني اللي بيعمل نفس الحاجات اللي هو المفروض وو كان بيعملها، فهو خلاص ما جاش. بس لو انت ليتس سي انت ما عندكش جوتو، وعندك وو وهو البريكر بتاع الويند بتاعك، لا هتضطر ان انت تبني السلاح ده، لان السلاح ده كويس كدمج وكويس كبريك، يعني اللي هو لان هو في حاجه لما هو بيعمل بريك بيزود الدمج بتاعها. فالسلاح شغال. انا ما بحبوش، لا بحب الشخصيات اصلا وو، بس ممكن يكون عشان اصلا ما بحبوش ولا في الانمي ولا في المانهوا، بس هو سلاح كويس الى حد ما، هو سلاح بيعمل اللي عليه. انت عندك كده بقى اسلحه يعني ما يختلفش عليها اتنين، يعني فاهم الفكره؟ اسلحه يعني انت مهما حاولت ان انت تعمل الاسلحه دي قويه جدا، يعني قويه بشكل بشع. سلاح مثلا اندرياس، مين اندرسون ده؟ سلاح اندرياس يا جدعان، سلاح اندرياس حلو جدا، حتى لو اندرياس ذات نفسه خد يعني سقطه شويه، بس سلاح اندرياس حلو جدا. جو جينيو، ما حدش في الدنيا يقدر يختلف على سلاح جو جينيو وسلاح اندرياس. سلاح جو جينيو بيقلل الدفاع، بيزود الدفاع بتاعك بنسبه 12%،
وبيزود الضرر اللي انت هتعمله بالسكيلات بتاعتك لو انت لايتنج. سلاح رهيب حلو جدا. والسلاح بتاع اندرياس هو بيزود الديفنس بنسبه 16%، شيلد اكوزيشن تشانس ان هو يجي له شيلد 24%. هي حاجات بسيطه جدا بالنسبه لتوماس، بس هو سلاح حلو لان توماس حلو، وده السلاح كويس جدا بالنسبه له. برضه من الاسلحه اللي يعني ما يختلفش عليها اي حد خالص هو السلاح بتاع ميراي. يعني كده كده السلاح بتاع ميراي جامد، عشان حته ان هو بيتشارج الالتيميت بتاعتها اول ما تخش بنسبه 60%، وبيزود الكريتيكال هيت ريت والكريتيكال هيت دامج بنسبه 30% لما تستخدم السكيلات بتاعتها. جبار، سلاح حلو جدا. فانت عندك كده التوليفه دي توليفه اسلحه جباره، يعني توليفه اسلحه حلوه جدا فعلا. نيجي للبريكر الجميله يعني اللي كانت شايلانا فعلا، سيو الويبن بتاعها. انا شايف ان الويبن بتاع السيو شغال حاليا عشان سيو ذات نفسها ما بقتش قويه جدا، بس السلاح بتاعها لسه بيعمل اللي عليه. سلاح كويس جدا، بيقدم حاجات كويسه للبريكر زي سيو. السلاح بتاع ايما نفس الفكره برضو شغال لو انت معاك ايما وبنيها، وسلاح كويس جدا كبريكر. مش الحاجه اللي انت هتنفست فيها، يعني مش الحاجه اللي انت تجيب منها نسخ كتير جدا، بس السلاح بتاع ايما سلاح كويس للحاجه اللي هو بيعملها، برضو حاجه كويسه جدا. عندك السلاح بتاع مينج بيونج، يعني كده كده سلاح حلو جدا عشان حته ان هو بيزود الاتش بي بتاع مينج بيونج بنسبه 10%، ولما بيستخدم السكيليه بتاعته هو والتيم بتاعه الدمج بتاعهم بيزيد بنسبه 16% لو انت عامل له ماكس. السلاح ده لازم اساسي تعمل له ماكسنج. السلاح رهيب لمينج بيونج وللتيم بتاعه. السلاح بتاع اليشيا برضو سلاح حلو جدا لانه بيزود الكور اتاك دامج بتاع اليشيا بنسبه 40%، وهي اصلا الضرر بتاعها بيعتمد على الكور اتاك بتاعها. ولما الافكت بتاعت الايس بادي ارمر بتاعت اليشيا بتشتغل بيزود الووتر دامج بنسبه 20% لمده 20 ثانيه. سلاح رهيب لازم تبني فيه، ما فيش فيه كلام ده. السلاح بتاع ليبورا سلاح حلو عشان لما بتعمل له ماكسنج بيزود الاتاك بنسبه 10%، وبيزود احتماليه ان اللي قدامك ياخد كريتيكال هيت دامج، يعني كريت هيت دامج بيزيد بنسبه 10% بس للشخص، يعني مش للشخصيه. يعني مش كريتيكال هيت دامج بتاع ليبورا بيزيد، لا، احتماليه ان انت تعمل على اللي قدامك كريت هيت دامج بتزيد، يعتبر بيزود الكريت هيت دامج بتاع كل الشخصيات اللي معاك بنسبه 10%. سلاح حلو جدا. السلاح بتاعت شارلت يعني ما نقدرش نقول عليه اي حاجه لان السلاح بتاعت شارلت هو ما فيهوش غير ان هو هيقوي الديفنس بتاعها وهيقوي الكريتيكال هيت ريت والكريتيكال هيت دامج بتاعها. 12% الديفنس بيزيد، 24% كريت هيت ريت وكريت هيت دامج. دي يعني خصائص انت ما تقدرش ان انت يعني ندي ارائنا فيه، دي خصائص قويه جدا. اي حاجه بتزود كريت ريت وكريت دامج السلاح ده هيبقى جامد. فهنا فرانكستر ده سلاح قوي جدا جامد، لازم انت تمكسه على قد ما تقدر. السلاح بتاع هاربر يعني انا بص، انا عارف ان هو مش سلاح قوي جدا بس انا عايز احطه في خانه الجامد. ليه؟ بمنتهى البساطه السلاح بتاع هاربر بيقول ان هو هيزود الاتش بي بتاعها بنسبه 12%، ولما هي بتستخدم الالتيميت بتاعتها هيزود التيم ممبر دارك دامج بنسبه 12%. انت عارف ده يعني ايه؟ يعني انت لو معاك التيم كله دارك انت شحنت التيم كله 12% دمج زياده. 12% دمج زياده يعني لان الدارك ده اليمنت موجود في كل القدرات بتاعت الفريق. فحته ان هي قادره ان هي تشحن الدارك دامج بتاعتهم كلهم وتعليه 12%، ده يخلي السلاح ده بالنسبه لي جامد. لا هو جامد. بيك يونهو بص على حسب بيك يونهو الوحش السلاح بتاعه حلو. لو انت بتلعب بيك يونهو الوحش لازم السلاح ما ينفعش بيعلي البيزك اتاك بتاعه بنسبه 200 بنسبه 80%. فلازم السلاح بتاع بيك يون هو الوحش، انت ما تقدرش تلعبه من غيره، فاهم الفكره؟ الا بقى لو انت مش عايز تلعبه اصلا. يعني انا ذات نفسي انا ما بحبش بيك يون هو الوحش، بس السلاح بتاعه انت لازم تبنيه عشان هو من غيره ملوش لازمه. بامانه والله بامانه هو من غيره ملوش لازمه. لازم تجيب بيه كل النسخ الممكنه لو انت عايز تلعب ببيك يون هو الوحش. السلاح بتاع ايلا سلاح حلو جدا، بيزود الدارك ديفنس بتاع الفريق كله بنسبه 4% لكل دارك اليمنت معاه، فده يبقى جامد جدا مع هاربر. يعني الاثنين دارك، ده بيزود الدارك ودي بتزود الدارك، فده بتزود الدامج ودي بتزود الديفنس، فالاثنين مع بعض كويس جدا. بس زي ما انت شايف انا بحب الضرر على الدفاع، انا دايما بعلي الضرر اي حاجه بتعمل ضرر على اي حاجه بتعمل دفاع. فانكسبكتد سول دي بتاعت ايلا سلاح كويس جدا ابني فيه. انا شايف له مقاومات جامده جدا كدفاع، وطبعا بيقلل الكول داون بتاعت الالتيميت بتاعتها ودي حاجه كويسه للفريق كله. السلاح بتاعت شا سورد فلايت ما بتتلعبش من غيره، السلاح جامد جدا عامل اللي عليه. شا شخصيه حلوه جدا فالسلاح ليس عليه غبار، بيزود الدمج بتاعه عموما، وسلاح كده كده لو معاك تشار لازم تعمله. يعني السلاح بتاع بيك يونهو العادي انا شايف ان هو ما بيستخدمش. ليه؟ بمنتهى البساطه لانه بيزود اللايت دامج بتاع بيك يونهو العادي، وكده كده بيك يونهو العادي ما بنستخدموش عشان الدمج، بنستخدمه عشان البريك بتاعه. فانا شايف ان هو لا يستخدم، سلاح يعني مش جايب همه خالص. نيجي للسلاح بتاع اكاراي، السلاح حلو بس
يعني هو بيعمل حاجه قريبه من السلاح بتاع جوجينيو بيعملها. يعني السلاح ده بيزود الدامج بتاع اللايت تيم بنسبه 8%. سلاح حلو جدا لو انت بتلعب تيم لايت، طبعا استخدمه. ودلوقتي بقى فيه يعني حاجات لايت كتير كويسه يعني، فدي كسبورت يعني سلاح لسبورت حلو جدا جدا كاكاراي. يعني نيجي للسلاح بتاع كانا. السلاح بتاع كانا يا جدعان برضه بسيط جدا، بيقول لك احنا هنزود الاتاك بنسبه 12% وهنزود الكريتيكال هيت ريت بنسبه 20%. طبعا كانا كده كده بتحتاج الكريت هيت ريت، ده جزء من الكيت بتاعتها. فلو انت بتلعب كانا، وكانا شخصيه كويسه جدا، السلاح ده اساسي. يعني السلاح بتاع كانا ده سلاح اساسي عشان حته الكريت هيت ريت اللي بيزيد بنسبه 20% دي. بس هل هو سلاح جامد؟ انا مش شايف ان هو سلاح جامد، انا شايف ان هو سلاح عادي يعني، مش سلاح خارق. ما اقدرش اقول ان هو بيعمل حاجه رهيبه جدا. نيجي بقى لفعلا سلاح خارق. يعني ده فعلا سلاح خارق. هيزود الاتش بي بتاع جوتو بنسبه 12%، ولما يستخدم ريفرس تمبس او ستورم بليد اللي هما الاثنين دول سكيلات بتاعته، يعني هيزود الكريتيكال هيت دامج بنسبه 30%. دي حاجه بقى دي حاجه جامده يعني، دي حاجه يعني تستحق ان انت تبني فيها نسخ كتيره جدا. سلاح جوتو يا جدعان من احسن الاسلحه اللي موجوده. حته ان هو هيديله الاتش بي اللي هو محتاجه، انه كده بيحتاج اتش بي وبيديله 30% كريت هيت دامج، رهيب بجد رهيب. جوتو كل لما تديله كريت هيت دامج كل ما يبقى احسن. فانت عندك هنا جوتو سلاح جامد بلا منازع. وبس كده. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه ودوس لايك وكتب لي تحت في الكومنت ايه رايك في التوليفه اللي انا عاملها دي. هل انت شايف ان في سلاح المفروض يتحط مكان سلاح؟ الليسته اللي انا عاملها عجبك ولا لا؟ احب اسمع ارائكم في الكومنت. ولو في فيديو انت عايز نعمله او حاجه عايز ان انا اعملها في سولو ليفلنج، يا ريت تكتبها لي تحت برضه في الكومنت. كان معاكم علاوي وشكرا ليكم.